وسنقف وقفات 3 بإذن الله تعالى. نتمنى الوقفة الأولى أن تكون مع هذه الهدية العظيمة ألا وهي صوم يوم عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فنحن نتوسط الأيام العشر المباركات. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. أكثر أهل العلم على أن المراد بها العشر من ذي الحجة، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وقد اقتضت حكمته تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يكون لهذه الأيام فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والله جعل الليل والنهار مطيتين للأعمال، ولا بد للعبد من ملاقاة الله، واستصحاب هذا كله فيما يأتيه العبد أو يذره مما يقربه إلى الله جل وعلا زلفى، ومما يجعله على فقه وعلم في سيره في طريقه إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. يوم عرفة هو 9 ذي الحجة. يوم عرفة هو 9 ذي الحجة، وعرفة مكان جليل لكنه غير حرم. تعبد الله جل وعلا الحجاج بأن يقفوا فيه في اليوم 9 قبل أن يفيضوا منه إلى مزدلفة، ثم يأتون منا يوم النحر. فلما نقول يوم عرفة هذا من إضافة الشيء إلى مكانه، لأن عرفة اسم مكان. قال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وقال عليه السلام: الحج عرفة. وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأنها أعظم ما يمكن أن يأتي من الحجاج، ولأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. هذا كل ما يتعلق بالحاج. أما غير الحجاج فإن السنة مضت أن صيام هذا اليوم من أعظم القربات. وأصلا الأيام العشر قلنا إنها مطية للعمل الصالح، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن، عبارة لفظ مفردة العمل الصالح هذه واسعة، ليست مقتصرة على شيء. قطعا في أولها المحافظة على الفرائض، وإتيان الجمع والجماعات للرجال، صلة الأرحام، الصدقة، العمرة، كل ذلك مما يدخل تحت قول عليه الصلاة والسلام العمل الصالح. لكن من الأعمال الصالحة التي تأكدت ونص عليها صيام هذا اليوم، لقول عليه الصلاة والسلام: إنني لأحتسب إلى الله عند الله أن يكفر به سنتين. وهذا ترغيب عظيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى رحمة ربنا جل وعلا أن الإنسان يصومه. والصوم أصلا هو عبادة جليلة، وقد جاء في الشرع على ضربين: ضرب فرض كتب عليكم الصيام، وضرب نفل. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. بدأ به: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. فبدأ بالصيام. فالصيام أصلا يسن صيام 3 أيام من كل شهر، وتسن أيام معلومة كالإكثار في شهر الله المحرم كصيام يوم عاشوراء، لكن يتأكد صيام يوم عرفة لما فيه من عظيم الأجر، ولأن هذا يوم هو مظنة إجابة الدعاء. فكأن غير الحاج يتشبه بالحاج في الانكسار، لأن الحاج انكساره ظاهر في ردائه، في إحرامه، في أنه يضحى للشمس، في أنه يدعو ربه في ذلك اليوم. فغير الحاج الصوم يقلل الدم في العروق والماء في العروق، وهذا يضعف البدن، وهذا حال من الانكسار الظاهر. فإذا صاحبه انكسار حقيقي وهو انكسار القلب، انكسار الباطن والزلفى إلى الله جل وعلا، عندما يكون الإنسان صائما ويزدلف إلى الله جل وعلا أنه يعلم فضل الله الواسع، فليس فضل الله محصورا على من وقف في ذلك الموقف العظيم، وهنيئا لهم، لكنه كذلك عام لكل من أراده. فالله يعبد في كل زمان وكل مكان، حي جل وعلا لا يموت، وهو تبارك وتعالى فتح أبواب الفضل لعباده، فتح أبواب الخير لعباده، وما قال جل ذكره: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إلا وهناك ميدان حق يتنافس الناس فيه، وإلا لم يصبح للآية معنى. لكن إن فاتك شيء لا يفتك آخر، ويبقى الناس بعد ذلك ما الباعث في قلوبهم، ما الدوافع في أفئدتهم، ما انكسارهم بين يدي الله. هذا كله مما يعين العبد إذا استصحبه على أن يطيع الله جل وعلا. وقد نقلوا عن أبي المظفر السمعاني
المفسر رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعل قلوبنا خزائن لتوحيدك، واجعل ألسنتنا مفاتيح لتمجيدك، واجعل جوارحنا خدما لطاعتك. اللهم إنه لا أمن إلا في الخوف منك، ولا غنى إلا في الافتقار إليك. اللهم إنه لا أمن إلا في الخوف منك، ولا غنى إلا في الافتقار إليك، ولا عزة إلا في الذل بين يديك. وهو دعاء حسن لعلنا يأتي يوم نقوله بأكمله. المقصود من هذا كله ينبغي للمؤمن أن يحرص على صيام يوم عرفة. نأتي لمسألة فقهية بعد أن تكلمنا ضربا إيمانيا، وهو أن البعض قد يكون عليه صيام من رمضان ممن أفطر لمرض أو المرأة لما ينتابها. نحن نذهب فقهيا إلى أنه من كان عليه قضاء من رمضان ولم يتأتى أن يصومه حتى دخل عليه يوم عرفة، فإنه يرجع، يؤجل، يؤخر، والمعنى واحد، صيام القضاء إلى بعد العيد، بعد أيام التشريق، ويصوم يوم عرفة. ولا تنافي بين الأمرين على الصحيح، ولا تنافي بين الأمرين على الصحيح، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولم يحدد جل وعلا. فالتضييق على الناس بأنه لا بد أولا من إتمام صيام رمضان ثم النافلة لا يستقيم هنا. ولا يقول قائل أنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لأن الذي أذن بتأخير الفريضة هو الذي شرع النافلة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: إنني لا أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ونقول مع ذلك يعني يستبعد أن أم المؤمنين الصادقة المبرأة الطاهرة لا تصوم يوم عرفة. هي تقول أنها لا تصوم إلا في شعبان القضاء، وشعبان بعد عرفة، لأن تقصد شعبان من العام القادم. فهي لا يستبعد أنها من رمضان إلى شعبان 11 شهرا أو 10 أشهر وهي لم تصم يوما نافلة قط. بعيد. عاشوراء يمضي، وتاسع ذي الحجة الذي هو عرفة يمضي، فلا يعقل أنها رضي الله عنها لا تصومه. كما أن العقل يدل على هذا، كما دل عليه النقل يدل عليه العقل. فإن الإنسان مثلا إذا أتى أحد الحرمين ثم لما هم بدخول المسجد فاتته الفريضة، كان الإمام قد سلم، وقبل أن يشرع في صلاة الظهر نودي بالصلاة على الجنائز، فلا يعقل أن نقول له لا تصلي على جنازة حتى تصلي فريضة، لأن الجنازة تفوت. فيصلي الجنازة ما دام وقت الفريضة باق، فيصلي على الجنازة، ثم بعد أن يفرغ من الصلاة على الجنازة ويكسب أجر الصلاة عليها يأتي بالفريضة. فكذلك من أدخل عليه يوم عرفة وهو لم يصم ما عليه من قضاء، نقول إن الوقت مأذون به إلى رمضان، لأن الله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخر، وهذا إذن شرعي. ويوم عرفة يفوت لأنه يوم واحد، إما أن تصومه وإما لا تصومه. فعلى هذا نقول من الناحية الفقهية. وللمسألة أقوال أخرى، قال بعض العلماء إنه لا بد من القضاء، لكن ويحترم هذا الرأي وله أدلته، لكن نقول ما ندين الله جل وعلا به. على هذا لا بد أن يكون الإنسان مسارعا للخيرات، مسابقا في الطاعات. بقي صيام الحاج نفسه، هذا بيناه في دروس أخرى، لكن السنة جاءت أن الحاج لا يصوم. وفي المسألة تفصيل أظنه مر معنا في اللقاء الماضي.